في حدث بيحصل في مصر مرتين بس في السنة. تتابع الظاهرة الفلكية الفريدة من أندر الظواهر الفرعونية ظاهرة تعامد الشمس. هي تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني على معبد أبو سمبل. شركة شاومي كلموني وقالوا لي عايزين نصور الظاهرة الفلكية الغريبة دي. قمت واخد حاجتي كلها وجهزتها ووضبطها، ولكن قالوا لي لا، احنا هنصور كل حاجة بالموبايل بس، بالشاومي 12 برو. فالفيديو ده او الفلوج ده بالكامل متصور بالموبايل بس. سافرنا يوم 21 اكتوبر قبل ظاهره تعامد الشمس بيوم، عشان هي بتحصل مره يوم 22 اكتوبر ومره 22 فبراير، وبيقولوا ان دول يوم ميلاده ويوم توليه العرش. خدنا الطياره لحد اسوان، واول ما وصلنا هناك خدنا عربيه على طول لابو سمبل. ودي كانت أول مرة أروح أبو سمبل، كنت فاكرها أصلا في أسوان، ولكن طلعت مدينة تانية بعيدة عنها بحوالي 3 ساعات. وأول ما وصلنا هناك قلنا نستكشف المعبد والمدينة قبل الزحمة اللي هتحصل بكرة. وعملنا حركة ذكية، هو إن إحنا اشترينا تذاكر قبلها بيوم علشان ما نقفش في الطابور يومها، والحركة دي وفرت علينا جامد قوي. للي ما يعرفش الظاهرة دي بتحصل لمدة 5 أو 10 دقايق بالظبط، وأنصحكم جدا تتفرجوا على الفيديو بتاع شرح الظاهرة دي، وهتنبهر بإن إزاي الفراعنة قدروا يحددوا مكان الشمس وإزاي تدخل في حجرة قدس الأقداس اللي على عمق 60 متر جوه المعبد في يومين بس في السنة، وإزاي اليونسكو اتدخلت وانقذت المعبد وفككت الصرح العملاق ده ونقلته علشان كان هيغرق بسبب النيل. والمبهر بالنسبه لي في الموضوع ان بالرغم من كل ده وان المعبد اتنقل والتماثيل اتقطعت حتت، ولكن مش هتحس خالص ولا هتقدر تشوف ان في اي قطع في التماثيل. المعلومات دي كلها بالنسبه لي كانت جديده، والموضوع طلع عملاق، مجهودات خرافيه وقصه كانت اول مره اعرفها. المهم عرفنا المكان واستكشفناه، حضرنا الشو اللي بيحصل قبلها وكان اكتر من ممتع، واخدنا شويه صور للمكان عظيمه، وتعمقنا في الحجرات اللي جوه، والشباب اللي معايا خدت صور جامده قوي، سواء كانت بال12 برو او ال12 تي برو بالكاميرا ال 200 ميجا بكسل. خشوا على اكونت شاومي على انستجرام عشان تشوفوا كل الصور دي. هي دي الحجره اللي يحصل فيها التعامد، وهو ده التمثال بتاع رمسيس، وهتشوف ازاي الشمس بتدخل كل ده وتنور تمثاله هو بس. ابو سمبل طلعت سمبل فعلا، مدينه جميله صغيره، ناسها حلوين جدا وبسيطه. رحنا الفندق وفطرنا الجميل، وقلنا ننام بقى ونريح علشان عندنا يوم طويل قوي بكره. صحينا فجر يوم العملية الساعة 1 بالليل، مع ان التعامد الساعة 5، ولكن عرفنا من الحارس بتاع المعبد اللي هناك ان الدنيا بتبقى زحمة جدا، والسياح بيجوا من بدري والقنوات والصحف، وبيكون في زحمة رهيبة، وكله بيبقى عايز ياخد مكان علشان يحضر ويصور الظاهرة دي، عشان زي ما قلت لكم ما بتقعدش اكتر من 10 دقايق، فهي تلحق يا ما تلحقش. فقررنا نروح قبلها بكتير وناخد مكان، وفعلا لما رحنا كنا من اوائل الناس اللي هناك في الطابور. التنظيم كان خرافي، الاجواء كانت عالمية وفعلا بتحسسك بعظمة المكان. خدنا مكان حلو جوه في المعبد وقعدنا بقى نستنى، ودي كانت اصعب فترة، هو ال4 ساعات الانتظار دول مع الكم الهائل من الناس والزحمه دي. بس الموضوع كان ظريف، قعدنا مع السياح، قعدنا نسالهم اسئله ونشوف هم جايين منين وليه مهتمين بالظاهره دي، وقعدنا برضو نصور شويه صور وفيديوهات في الحجرات اللي جوه. وهي دي بقى كانت الغلطه، هو ان احنا سيبنا مكاننا في الطابور علشان اتسحلنا في التصوير، وده خلانا نرجع لورا شويه مع التزاحم الشديد، والوقت قرب يجي وطفوا كل الانوار وممنوع اي حد يفتح الفلاش. بدأ العد التنازلي، محدش كان عايز يتحرك من مكانه، كله مجهز موبايلاته وكاميراته، والشمس بدأت واحدة واحدة تطلع في منظر خرافي انت بتشوفه من اخر المعبد جوه. واول ما بدأت الظاهرة والشمس ابتدت تخش، حرفيا كل واحد كان بيعدي قدام الحجرة اقل من 20 ثانية يصور الصورة او الفيديو علشان يدي مكان للي بعده انه يلحق يشوفها ويصورها. والخطه نجحت والانتظار ما راحش على الفاضي، وقدرنا نطلع بالصور دي بدون استخدام اي كاميرات احترافيه، كله بكاميرات الموبايل. وطبعا ربنا يكون في عون الناس اللي ورا خالص بقى، اللي جت متاخر ما لحقوش يشوفوا اي حاجه، لان الشمس فضلت تطلع لحد ما بعدت خالص عن الحجره. بس كان واحد من اجمل شروق الشمس اللي شفتها في حياتي، خصوصا وانت طالع من المعبد كده والشمس ضاربه فيك وقصادك ضفاف النيل، وكان في اجواء احتفال رهيبه. واللي عرفناه بعد كده ان اليوم ده بيبقى عيد بالنسبه لسكان مدينه ابو سمبل.
وبعد ما خلصنا المهمه قمنا واخدين بعضنا وطالعين على اسوان نريح بقى كده وننتخ يومين اللي انصحكم جدا تروحوها في الوقت دوت من السنه. نزلنا في فندق اسمه بيراميزا، وده حلاوته انه في نص النيل حرفيا، مش مجرد بص على النيل، لا ده انت في نص النيل، لازم تاخد مركبه او معديه عشان تخش او تطلع من الفندق، ولكن الفيو من الاوضه او من الفندق يستاهل جدا. اسوان يعني الوان، الاماكن، البيوت، لبس الناس، المشغولات اليدويه والهدايا، كل حاجه ملونه كده وزاهيه. صورنا صور وفيديوهات عالميه بالموبايل. والمكان اللي رحناه بعد كده اسمه غرب سهيل، لازم تروحوه لو جيت اسوان وتاخد لك لفه كامله في النيل. وده كان فلوج اسوان بالشاومي 12 برو وال12 تي برو. قول لي رايك كده في الفيديو والموبايل عموما، هل عجبكم الستايل ده من الفيديوهات؟ هل نعمله تاني ولا لا؟ بس كده، متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وسلام.